تعرف ان 90% من الستارت ابس بتفشل وتقفل في اول سنة؟ تعال النهاردة اقول لك على شوية حاجات تقدر تساعدك تكون من 10% اللي بيكسبوا وبينجحوا. 1. ما تستناش المنتج المثالي، ابدأ بحاجة اسمها ال MVP او Minimum Viable Product. يعني بتنزل بالمنتج الاولي اللي فيه الخصائص الاولية بتاعتك، تاخد رأي الزباين منه وتعرف الحاجات اللي فعلا فيها امتيازات والحاجات اللي محتاجة تتعدل. 2. شارك اللي يكملك مش صاحبك الجدع. 3. أرجوك سجل شركتك وعلامتك التجارية، لأن ده مش بس بيحميك، ده بيديك فرص إن بعد عدد سنين معينة إنك أنت تاخد امتيازات وصلاحيات من البنوك تخليك تصرف من فلوس البنك مش من رأس المال بتاعك أو من جيبك. 4. اعمل إعلانات بميزانيات صغيرة بحيث إنك أنت تقدر تعرف أرقامك بشكل سليم وتعرف الأوردر أو الزبون بتاعك بيجيلك بتكلفة تقريبا كام تقدر تحملها على تكلفة المنتج. 5 والأهم، تسعير المنتج. عدد كبير من الستارت ابس بيفشل لأنه مش بيعرف يسعر المنتج بتاعه بشكل سليم، وتسعير المنتج بيجي بأنك أنت تحمل تكاليف الشركة المتوقعة على مدار السنة على عدد القطع اللي هتتباع في خلال السنة اللي انت حملت عليها التكاليف دي. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وفولو علشان تتعلم اكتر عن ازاي تبدأ الاونلاين بيزنس بتاعك.